بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مجلة المهندسين سنة 1952. كان عندنا في مصر بنصنع الأتوبيسات، عربات الأتوبيسات بورشة المصانع بمصطفى كامل في الإسكندرية، وكان عندنا أكبر ورشة خراطة تعتبر يعني من الأولى في الشرق الأوسط، هي ورشة خلاطة الماظة. بتعمل القطع الغيار بتاع النسيج وبتاع الاتوبيسات. اي حد عايز كان يعمل شغلانه سواء للمداخن، جرارات، هياكل السيارات، اشغال الخراطه كلها كانت موجوده هنا في مصر في الماظة في طريق السويس. كانت حاجه فوق الممتازه. حتى صنعوا الاتوبيسات، واي قطعه غير ما كناش بنستوردها من بره كنا بنصنعها هنا في مصر في ورش خراطه الماظة اللي هي كانت موجودة أو اسمها إكمة، ورش الماظة الميكانيكية. وتسلم إيد المصريين اللي كانوا شغالين فيه. برضو في مجلة المهندسين مشروع تخطيط ميناء الإسكندرية للدكتور شفيق الصدر، كان أستاذ في كلية الهندسة جامعة فؤاد الأول. بيقول إيه بقى؟ شوف بقى المهندس كان عنده إزاي أدب. أراد الإسكندر المقدوني تقليد ذكرى فتوحاته في الشرق، فكلف أحد مهندسيه بإنشاء مدينة تحمل اسمه من ناحية، ولينقل منها خيرات مصر إلى اليونان، ولتكون ميناء مرتبطة بجميع موانئ الإمبراطورية اليونانية من ناحية أخرى. فاختار الموقع المحصور بين البحر الأبيض المتوسط وبين بحيرة مريوط أمام جزيرة فاروس، في موضع القرية الصغيرة المسمى إذ ذاك روكوتيس. فاتبع هذا المهندس في تخطيط المدينة الطريقة اليونانية في التخطيط، وهي عبارة عن تقاطع الشوارع وتعامدها على هيئة ركعة الشطرنج. ولما تم الاتصال بين جزيرة فاروس وبين المدينة، تكون عن ذلك خليجين يعرفان الآن بالميناء الشرقية والميناء الغربي. فبدأ يخطط لعمل ميناء لينقل خيرات مصر عن طريق الإسكندرية. طبعا الإسكندرية كانت مدينة للعلوم والفنون، وشيدوا بها المسارح والملاهي والحمامات حتى أصبحت منارا للعلم والفن. وأصبحت الإسكندرية في عهد الرومان هي عاصمة مصر. وتحولت التجارة عن طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا حصل فيه مشكلة. تولى محمد علي الحكم مصر، قام بتوسيع هذه الميناء وتوصيلها بالداخل عن طريق ترعة المحمودية. ولم يكن هناك مفر من أن تمتد الإسكندرية بحذاء الساحل الذي يبلغ طوله من أبو قير 22.5 ميلا وبعرض أقصاه 3.15 ميل. بدأ يشيدوا هذه الميناء العظيمة، وتمتد أرصفة ميناء الإسكندرية من سراي رأس التين شمالا حتى جهة المكس غربا. قد رأينا أن محمد علي باشا ابتدأ في إنشاء المدينة وعمل فيها ترسانة، وعمل فيها مجموعة من الأرصف، أرصفة زي أرصفة الخشب، وأرصفة للفواكه، وأرصفة للسماد والمواد البناء. وخلي بالك ان مثلا زي السماد، المعروف ان الاسمده التي تستوردها مصر هي النطرات، اكتر حاجه للزراعه، وهي مواد قابله للاشتعال. المهندسين فكروا الحل المثالي لتصميم هذه الارصفه هي تفرغ السفن حمولتها في آلات عن طريق سيور متحركه تنقلها في نفق الى خارج المدينه. يعني ما تتحطش مباشر، لا، يبقى يحصل فيه نفق، نعمل نفق بعد المينا او رصيف المينا منعا للاحتراق. وفي ارصفه للفواكه عباره عن زي ثلاجات واشياء لحفظ الفواكه. وسائل الاتصال بالمينا بري او جوي او نهري. البري يا اما سكك حديديه يا اما سيارات، دي اللي موجود. لكن انا هلاحظ ان الاتصال النهري تتصل ميناء الإسكندرية بالنيل بواسطة ترعة المحمودية. يعني عايزين يعملوا نقل البضائع للداخل أو للخارج عن طريق النيل، عن طريق ترعة المحمودية. يعني الغرض من ترعة المحمودية توصيل زي الزراعة، الاهتمام بالزراعة والتوسيع الزراعي في الدلتا
لا احنا كمان نقدر نصدر الى الميناء، او الحاجة اللي جاية في الميناء نوديها للأقاليم وخاصة العاصمة القاهرة. برضو شفنا ان سكك الحكومة المصرية كانت بتعمل رحلات الأقصر وأسوان، كانت بتبقى 4 أيام، كان تمنها 19 جنيه. يعني فندق، أحسن فندق جراند أوتيل بأسوان كان ب 18 جنيه. يعني كان 4 أيام شامل تذكرة القطارات اللي كانت بتعمل هذه الرحلات وتنظمها هي سكك حديد مصر، أو زي زمان كانوا بيقولوا عليها سكك حديد الحكومة المصرية. كان تمنها والله يرحمه المدير العام سيد عبد الواحد رحمه الله. برضو كانوا بيصنعوا الترام، كان قطار محرم بيه كانوا بيصنعوه. تعالوا بقى نشوف البترول وقفت ازاي في صناعة الغزل ونسيج في القطن. القطن عماد الثروة المصرية، احنا عارفين كده بما في ذلك شك، فقد مثل عام 1950 86% من الصادرات. 1950 86% من الصادرات المصرية كانت قطن، لكن في حشرة أو دودة القطن بدأت تقضي على المحصول. فيا جماعة يا بتوع البترول شوفوا لنا حل للقضاء على هذه الدودة. فشركة شل بالتعاون مع مهندسين البترول المصريين بدأوا يفكروا في حاجات بتقضي على هذه الدودة وفي خدمة الاقتصاد الوطني.